اوعى تنسى اوعى تنسى انك النهارده في المكان اللي كنت بتدعي ربنا امبارح تكون فيه، بس انت ناسي وملهي باللي جاي. وبعد كده اوعى تنسى ان معظم اللي فات كان فيه تعب ووجع وظلم وكسرة، وربنا نجاك منه واختار لك الخير. بننسى في صراع مع الدنيا، هعمل ايه بعدين والخطوة اللي جاية ايه، والشيطان يعدكم الفقر، ومنسيك تحمد ربنا على الدعوات اللي اتقبلت وانت عايش فيها دلوقتي عشان تحس انها بقى جت بشطارتك او صدفة، لكن الحقيقة كله من عند ربنا ولسه شايل لينا خير كتير. ما تنساش تحمد ربنا على نعمه ورزقه النهارده عشان تقدر تطلب منه نعمه ورزقه بكرة. خليك دايما متأكد ان السعادة في الرضا، وقول الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي امي اللي بتتابعني. وحشتوني وكمان مره وحشتوني. روتين النهارده بقى مختلف تماما عن اي روتين احنا عملناه قبل كده. روتين النهارده عايزه اقول لكم اللي يوم كامل، من بدايه اليوم من بعد الفطار لحد تاني يوم بعد الفطار. تعالوا معايا كده نشوف هنعمل ايه في الروتين بتاع النهارده، ويا رب يعجبكم. في افكار كتيره وفي عندنا فكره فطارين مش فطار واحد زي ما متعودين. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي اللايك بتاعك، ولو انتي اول مرة تتفرجي على هبة ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. اول حاجة حبيت اللي انا ابتدي بيها هي الحلة. حطيت كده حلة على النار فيها مية وسبتها بقى، ولعت عليها تعيش حياتها. بعد كده رحت جري على الغسالة وفضيتها. هبدأ دلوقتي اللي انا ارتب المطبخ عندي. انا دلوقتي الساعة كام وامتى الوقت دوت بعد الفطار. كانت الساعة تقريبا 10 بالليل او 11 ونص حاجة، يعني انا مش فاكرة قوي بس كان متأخر. يعني بعد 10 تقريبا، 10 ونص 11 الا ربع حاجة زي كده. المهم، كنت بقى انا بعد الفطار على طول عملت ايه؟ غسلت المواعين وغسلت البوتاجاز وطفيت النور وخرجت جري من المطبخ. ولا بصيت يمين ولا بصيت شمال، ولا حتى رتبت رخام ولا عملت اي حاجة. كل اللي انا عملته اللي انا غسلت المواعين وخدت بعضي وطفيت النور وجريت على بره. تعالي بقى دلوقتي بعد ما قعدت كده انتخت شوية، لقيت عندي في طاقة ايجابية، في نشاط كده وحيوية. اسكت؟ لا ما اسكتش، رحت قمت جري بقى. قلبت الدنيا وطلعت بقى الاكل اللي هيتعمل بكرة. وكان عندي شوية حاجات بقى. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة طبعا انا غسلت المواعين بعد الفطار، بس نصهم غسلتهم على ايديا ونصهم حطيتهم في الغسالة. تمام كده تمام. وطبعا انتوا شفتوني وانا بطلع المواعين من الغسالة من شوية. وبعد كده رحت على الميكروويف، نظفت المكان وخليت الرخامه نظيفه وزي الفل. عشان الصينيه اللي انا حطيتها على الميكروويف دي الصينيه اللي بيستخدموا منها الكوبايات. كل شويه اي حد عايز يشرب اي مشروب او عصير او اي حاجه بياخدوا من الكوبايات ديت. تمام، بتبقى قريبه من ايديهم. وكوبايات رمضان كل سنه وانتم طيبين. المهم بعد كده رجعت على الحوض تاني علشان خاطر طبعا في وقت ما بين الفطار وما بين اللي انا دخلت المطبخ كانت الساعة 10 ونص تقريبا. في وقت بقى الولاد شربوا وكلوا وهيصوا وظبطوا حالهم على الاخر، فما يطلعش مواعين، لا يطلع مواعين. دخلتها الغسالة، وكمان المية كانت غليت معايا. رحت مطلعة اللحمة من الفريزر وسبتها، سبتها يعني تفك. ورحت حطاها بقى. انا ما طلعتهاش من الفريزر بصراحه، انا كنت جايباها قبل الفطار. فعامله حسابي اللي انا هطبخ منها بكره، فما رضيتش اللي انا اشيلها في الفريزر. حطيتها على رف التلاجة وقلت بقى اللي انا ايه بعد الفطار اولع عليها بحيث ان انا اسهل على نفسي تاني يوم الصبح. تمام كده. وكمان بقى الجرادل دي كان فيها مخلل كده، شويه مخلل صغيرين جدا. نقلتهم في طبق وشلتهم في التلاجة. وقلت اغسلهم بقى وانضفهم كويس واشيلهم وقت ما عاوزه اعمل مخلل يبقوا متوفرين عندي على طول. ودوت اللي حصل. لما حطيت اللحمه على النار سبتها تعيش حياتها، رجعت للحوض. بعد ما حطيت بقى الكوبايات والاطباق والحاجات، ما كانش فيه اطباق كتير لان كانت معظمها انا غسلتها على الفطار. كان الاكتر الكوبايات، مع اني والله كنت غاسله كوبايات بس يلا الحمد لله. فطبعا طول ما انتي واقفه بتغسلي بقى المواعين بتدعي وتستغفري وتحمدي ربنا على كل حاجه. تمام كده تمام. ربنا ينولكم كل اللي في بالكم، امين يا رب العالمين، ويجازيكم خير عن كل حاجه انتوا بتعملوها. هنا بقى كنت خلصت المواعين ومسكت بقى الرخام تاني. احنا عملنا عند الميكروويف والبوتاجاز اصلا معمول، فيلا بقى نعمل هنا. طبعا انا حاطه مع الصابون دوت حاطه خل. ليه حاطه خل؟ علشان يعقم الرخامه وكمان يبطئ عمليه الرغاوي.
فاهمين قصدي؟ لما بتحطي خل على الصابون بيخلي الرغوة كده قليلة شوية، ما يبقاش فيها رغوة كتير على الرخامة. طبعا الفوطة اللي معايا ديت انا بروح اغسلها او اشطفها وارجع انشف بيها تاني مرة واتنين وتلاتة. خلصت الجزء دوت ورجعت كل حاجة مكانه. عايزة اعمل برضو الجزء اللي عند الحوض دوت بالمرة، بما ان غسلنا المواعين بس لسه ما غسلناش الحوض، عشان احس بس اللي الايه المطبخ عندي رايق. الحاجه الوحيده اللي انا ما عملتهاش ومتضايقه جدا لما عملتهاش هي الارضيه كانت فعلا محتاجه السجاده تتشال وتتكنس وتتمسح كده مسحه متينه شويه عشان خاطر بس محتاجه اللي هي ايه احس كده بريحه النظافه اكتر يعني. هنا طبعا بعد ما مسحت الرخامه وصبنتها كويس برجع كل حاجه مكانها. لقيت بقى عم فنانيس قاعد كده وبيعزم عليا بشويه مكسرات، اكسفه يعني ما اكسفوش. رحت قعدت احكي معاه شويه واكلت معاه شويه، يعني خدت كده شويتين فستق، وحدتين فستق على وحدتين بندق يعني كده راجل زي العسل بيأنسني طول الليل والنهار في المطبخ. يعني انا واقفه دلوقتي كله قاعد بره والانوار مطفيه، اللي بيذاكر واللي قاعد على الموبايل وبابانا في الشغل، وقاعده بقى ايه مستلطنه كده في المطبخ انا وايه انا وهو بس كده رجعت بقى للحمه تاني بعد ما صبنت الحوض. لقيتها خلاص طلعت الريم بتاعها، بدأت اللي انا اشيله وحضرت الحاجه اللي انا هحطها مع اللحمه. عباره عن ايه؟ عباره عن فلفل اسود حصى، وحدتين تلاتة، وحدتين كده من الكبابة الصيني، ورقتين من ورق اللورة، حبايتين من الحبهان، عود قرفة، بصلاية صغيرة، بس كده. ودي الحاجات اللي انا استخدمتها مطرح ما قطعت البصلة، السكينة والمعلقة والطبق اللي انا شلت بيها الريم من على الشوربة، بس كده. غسلتهم بالمرة عشان ما يبقاش في مواعين. على فكرة عايزة اقولك لما بتعملي الفطار بالليل بتحسي ان انتي انجزتي كتير، مش عارفة بتحسي الوقت بيخلص بسرعة بتاع بالليل، فالاكل بيخلص ما بتحسيش بيه. بتصحي من النوم بقى الصبح رايقة ومرتاحة وحاسة كده ان انتي ملكتي الدنيا كلها، حتى لو مش عاملاه كله بس يا دوب مجهزة. احساس حلو قوي على فكرة. هنا بقى كنت جايبه كده شروه طماطم، مش انا اللي جبتها، جوزي جابها لي يعني. بقول له عايزه اروح اشتري طماطم وعايزه اشتري حاجات من السوق. قال لي يعني ناقصك ايه؟ قولي لي انا اجيبهولك. فقلت له عايزه طماطم، فلقيته تاني يوم جاي وجايب الطماطم وجايب لي بصل ابيض. انا مش بحب البصل الابيض اصلا يعني، بس اهو شغال معانا. بس اكتشفت اللي هو حلو يا جدعان والله، يعني البصل الابيض حاسه اللي هو احلى من الاحمر، ولا دوت عشان الموسم بتاعه؟ يلا بقى اهل الخبره اكتبوا لي في الكومنتات. المهم خدت بقى الطماطم وبدأت بقى اللي انا اعمل فيها ايه. غسلتها كويس جدا. هو ما جابليش كمية كبيرة يعني، انا جايب لي كمية يعني يعتبر مناسبة جدا الحمد لله. غسلتها وقطعتها نصين كده وحطيتها في الحلة. هعمل بيها ايه هقول لك دلوقتي، مش هرفعها على النار دلوقتي. هنا بقى قشرت شوية بصل كده حلوين. وبدأت بقى اللي انا اعمل ايه بعد ما قشرتهم. شلت بقى القطعة اللي من تحت وغسلت البصل كويس، وهبدأ دلوقتي اللي انا اضربه في الكب. فاكرين من 3 ايام قلت لكم ناقصني ايه؟ يلا لو انت فاكره اكتبي لي في الكومنتات، هعرف اللي انت متابعاني وما بتفوتيش ولا روتين. طبعا اللحمه انا نقلتها على العين التانية وسايباها تعيش حياتها. طبعا الروتين دوت متصور امبارح الخميس، النهارده الجمعه. الجمعه مباركه عليكم، وفطار يوم الجمعه يعني مش بس يوم الخميس بالليل، لا ده فطار يوم الجمعه كمان. هنا الزيت كان سخن معايا، نزلت بقى بكميه البصل كلها بس كده. بسم الله ما شاء الله الكمية كبيرة، وانا اللي عايزة اعمل كمية كبيرة كده. طب اللي انت بتعمليه ده ليه علاقة بافطار يوم الجمعة؟ لا ملوش علاقة بافطار يوم الجمعة خالص. هو اللي ليه علاقة بافطار يوم الجمعة هو الشوربة او اللحمة اللي بتتسلق على النار. جبت بقى هنا معايا كام قرن فلفل رومي وكمان قرنين كده فلفل حراق، وهضربهم مع بعض. انا طبعا عندي كيس واحد بس في التلاجة او في الفريزر، اللي هو الفلفل الالواني اللي احنا كنا ضاربينه مع بعض فاكرينه. ده عندي كيس واحد بس، فبيني وبينك انا مش عايزة اهدره في الخلطة اللي انا بعملها دي او الوصفة اللي انا بعملها دي. فقلت خليه بقى احطه على كبدة، احطه على شاورما، احطه على سجق، واضرب كده كام قرن بقى من الايه من الموجودين عندي في التلاجة يعني. هنا بقى خدت الحله بتاعه الطماطم، زودت شويه ميه عشان هبدا ان انا اضربهم بقى بالايه بالهاند بلندر. ما رضيتش اعمل بالخلاط عشان الخلاط هفضل يعني اعمل فيه كذا مره، على الاقل كده ممكن اعمل 3 4 مرات.
فقلت خليني اعملهم كلهم مع بعض بالهاند بلندر. اي نعم الموضوع متعب شويه عشان الطماطم ناشفه سيكه، لكن الدنيا تمام. كل دوت والبصلايه على النار. هنعمل تسبيكه محشي بس مش هستخدمها، انا هعمل تسبيكه محشي عشان اوفر لنفسي الوقت والجهد والمجهود. الجهد والمجهود ايه ده؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ معلش معلش. بعد ما ضربت الطماطم بالهاند بلندر طرطشت معايا كده، اسكت لا ما اسكتش، رحت ماسكه الفوطه وبدات اللي انا المع كده المكان واخليه نضيفه زي الفل. رجعت تاني للبصل علشان خاطر نبص بقى عليه، لقيته خلاص كده دبل معايا. نزلت بكميه الفلفل اللي احنا ضربناها مع بعض، وطبعا حاطه كزرونه كده فيها شويه ميه علشان خاطر احطها على الشوربه، يعني ما بزودش ميه من الحنفيه. وبطلت دلوقتي ان انا ازود ميه بالكتل، يعني قليل قوي لما بغلي ميه في الكتل عشان ازودها للاكل وكده. بقيت لما بعوز ميه بولع على الكزرونه او كنكه صغيره كده وبزود بيها. وانا واقفه هنا بقى جات لي فكره ايه، جات لي فكره ان انا اسلق بطاطس للسحور. نفسي هفتني عليها فقلت خليني نعملها النهارده. انا مش سالقه كميه كبيره ولا اي حاجه، بس الكميه مناسبه جدا على عددنا احنا. ممكن تكتري ممكن تقللي براحتك، ودي فكره برضو سحور حلوه مع طبق فول صغير مع حته جبنه. ممكن بس بطاطس بس، يعني انا سد نفسي اتسحرت بطاطس بس حطيت عليها معلقه كده صغيره جدا من السمنه البلدي عشان بس تخلي طعمها حلو. وحطيت شويه ملح بس كده، ما رضيتش احط بقى اي توابل تانية. ممكن تحطي كمون، تحطي شطه، تحطي بابريكا، اللي انت عايزاه حطيه. ممكن تعمليها كمان بطاطس بالثوم كده وتزودي توم، بس انا ما حبيتش. انا بقى عملت للولاد، كنت عامله فول امبارح بس ما رضيتش ان انا اصوره معاكم. فسخنتهم، سخنت بقى شويه فول وعملت لهم بقى السحور عباره عن فول بالزيت والليمون، وكمان بطاطس اللي هي البوريك ديت، وكمان حته جبنه بس كده. الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه، مع خياره، طماطمايه، قرن فلفل رومي وهكذا. لكن انا اكلت بطاطس بس. هنا بقى كانت كانت خلاص البصله اتحمرت معايا. نزلت بكميه الطماطم كلها. طبعا الطماطم اللي هو جابها لي انا لسه هو جايب لي طماطم، فمش معقوله تاني يوم هقول له اصل الطماطم خلصت هطلب طماطم تاني. فعملت خدت كميه الطماطم اللي تناسبني في التلاجة تقضيني يومين 3، واعمل منها سلطه، اعمل منها جبنه بطماطم في السحور وهكذا. هنا بقى في الوقت دوت احنا تاني يوم الصبح. اول ما بدأت احط ايديا في الملوخية هنا كان تاني يوم الصبح، يوم الجمعة بعد الصلاة بحوالي ساعتين. يعني انا دخلت المطبخ تقريبا بعد العصر. اه كانت الساعة 4 بالظبط، 4 بالظبط دخلت المطبخ. شفتي بقى لما انت تكوني سلقة اللحمة من قبلها بيوم او محضرة افكارك من قبلها بيوم، احساس بيكون حلو فيه راحة بال كده شوية. طبعا خلصت الملوخيه وقطعت البصلايه، وانتوا شفتوني وانا بشيل الحله من شويه من على النار. الحله دي اللي كان فيها تسبيكه المحشي، انا لسه حتى ما عبيتهاش في الاكياس ولا اي حاجه، هبقى اعملها معاكم ان شاء الله. هنا بقى لما دخلت بقى انا انتخت والله. انتخت طول اليوم كده، بما ان يعني الجمعة يوم الجمعة، فقلت يعني هم ياخدوا اجازة وانا اتفرج عليهم، لا ما ناخد اجازة انا كمان وادخل كده على المطبخ على طول وقت الفطور. وبالفعل ده اللي حصل. يعني دخلت كده الساعة 4 قعدت اتلكع شوية. لما بدأت اللي انا اشتغل بقى بجد كانت تقريبا 5 الا ربع 5 الا 10 حاجة زي كده. افتح الباب وارجع لك. رجعت لك تاني. هنا بقى لما بدأت بقى اللي انا اشتغل بجد، خدت معلقة سمنة حطيتها، وحطيت بقى بصلاية كده، انا مقطعة بصلاية كبيرة شوية. والعين التانية انا بحب لما اقف على البوتاجاز يبقى العيون كلها شغالة عندي، معرفش ده طبيعي فيا ولا في حد زي حالاتي كده. محبش اللي انا يعني اخلي عين واحدة بس هي اللي شغالة. طبعا انا مولعة هنا على الشوربة برضو باللحمة. بسخنها تاني. انا اول ما صحيت من النوم اديتها غلوة لان انا ما شلتهاش في التلاجة، كانت الحلة سخنة طبعا. فخفت على التلاجة. فاول ما صحيت من النوم اديتها غلوه وطفيت عليها، وبدات اللي انا يعني اولع عليها تاني عشان ابدا اللي انا استخدمها. سخنت معايا، نقلتها بقى من على البوتاجاز خالص علشان خاطر البصله كانت اتحمرت. ونزلت بكميه الطماطم. الطماطم دي مش طماطم فريش، دي طماطم انا مطلعاها من الفريزر بعد صلاه الجمعه، سبتها تفك يعني كده. بقيت سالتهم هتاكلوا ايه، كل واحد قال لي على حاجه هو عايزها، فبدات اللي انا اعملها. هتشوفوا معايا دلوقتي كل حاجه. هنا بقى بدأت اللي انا اعمل احمر الشعرية.
حمرت بقى الشعرية، كانت هناك على العين التانية، ولما نقلتها على العين ديت كانت خلاص فاضل لها سيكة بس وتتحمر، وبالفعل ده اللي حصل. غسلت بقى الرز، وكمان كنت بغسل الملوخية، وحطيت بقى الرز كده على ايه الشعرية، وحطيت الملح وحطيت المية. هنا غسلت البتنجان كمان علشان خاطر هبدأ بقى اللي انا اقلي. حطيت الطاسة ديت فيها شوية زيت، هي خلاص هتسخن معايا دلوقتي، بدأت اللي هي تغلي اهي. هشيل الجزء اللي فوق بتاع البتنجان واروح شقة شقة بسيطة كده. والفلفل هكذا، يعني الفلفل لازم برضو تشقيه عشان ما يفرقعش معاكي. من حوالي كده تقريبا 4 ايام او 5 ايام لما عملت معاكم اللي هو الرز الواحدة بواحدة، وقلت لكم ده بتاع الناس الرايقة وايه بقى، قلت لكم صعب جدا في المعاملة معاه، يعني عايز طولة بال شوية. في كومنت كتب لي قالت لي يا هبه غطي الحله وانت بتعملي الرز، هتلاقيه اتحمر معاكي بسرعه جدا. بجد انا بشكرك جدا على المعلومه الحلوه دي، انا ما كنتش اعرفها، وبالفعل انا عملتها من يومين، كنت عامله اكل وعملت جنبيه برضو الرز دوت. لان ساعتها عجب الولاد قوي فقررته تاني. بس المرة دي بقى خدت بنصيحتك وغطيت الحلة. بالفعل الرز ما خدش معايا، مش هقولك ربع الوقت اللي اتحمر فيه المرة اللي فاتت، لا ده ما كملش دقيقتين وكان اتحمر معايا، بسم الله ما شاء الله. فربنا يبارك في عمرك، وشكرا جدا على المعلومة ديت. لو انت بتتفرجي عليا دلوقتي اكتبي لي تحت في الكومنتات وعرفيني اللي انت اللي كتبتي لي الكومنت دوت. شكرا جدا لكم. شفتوا بقى انا بتعلم منكم ازاي زي ما انتوا بتتعلموا مني. فحبيت برضو اللي انا اقولها لكم، انت بتحطي نص كمية الرز يتحمر وما بتقعديش بقى تقلبي، لا غطي الحله وسيبيها، بس خليكي متابعاه عشان ما يتحرقش. كل شويه ارفعي الغطا وبصي عليه واديله تقليبه. مفيش تقلبتين، انا رفعت الغطا مره واحده بصيت عليه لقيته خلاص لونه فتح على الاخر، غطيته تاني، جيت رفعت عليه المره اللي بعديها لقيته خلاص احمر معايا وكان اتحمر يعني، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى انا عملت ايه، نقلت الصلصه خدت منها شويه علشان خاطر انا نفسي رايحه للفاصوليا الخضراء قوي، فقلت خليني اعمل شويه فاصوليا خضراء كده. انا مفرزه حوالي ربع كيلو، يعني الكيس ربع كيلو، الكيس صغير جدا، لان انا عارفه اللي عندي في البيت نص البيت مش بياكلها، يعني عامله كميه قليله، حتى لما باجي اطلع الكيس من الفريزر يعني ما بخلوش اللي هو ايه جوه الكيس، مش حاطه كميه كبيره كده زي مثلا القلقاس، الباميه، البسله وهكذا، لا تفهمين قصدي. بس فخدت بقى شويه من التسبيكه اللي انا عملتهم حطيتهم في الحله هنا لوحديها. نزلت بالفاصوليا الخضراء، وكمان هناك نزلت بالباميه، بس كده خلاص. وسبتها تاخد غلوة على النار، وهبدأ بقى اللي انا احط بقى دلوقتي الملح والتوابل اللي انا هحطها. طبعا حطيت مغرفتين من الشوربة علشان خاطر بس تستوي معايا. والبتنجان كمان كان اتحمر معايا، وشلت الطاسة بتاعة الزيت من على البوتاجاز، وكده يبقى الدنيا عندي تمام. بحب ادخل المطبخ اخرج وكل حاجة كده زي العسل، كل حاجة عاملاها، يعني ما بحبش اللي انا ايه اعمل اكل واركنه وارجع اسخن بقى تاني، لا كله يبقى سخن في وقت واحد. هنا بقى خلاص اللحمه طبعا عايزه اقولك اتهرت خالص علشان خاطر مسوياها من قبلها بيوم، ما حسيتش بالوقت خالص وهي بتتسلق، فكانت مستويه وطعمها حلو وعجبت الولاد، يعني مش محتاجه اللي هي تستوي اكتر من كده. حطيت بقى لحمه هنا، وحطيت لحمه في الفاصوليا برضو، ووطيت بقى النار. قلت بقى بالمره اخلي شويه البتنجان بما ان خلاص فاضل، يعني عايزه اقولك ايه تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة على الفطار، حاجة زي كده يعني، تقريبا اقل من كده كمان. هنا بقى طلعت بقى، كنت مطلعه معايا البرطمانات بتاعه الثوم وهريسه الفلفل الاحمر. خدت الطاسه حطيت فيها كميه الثوم المناسبه، طبعا الثوم ده انا هعمل بيه الملوخيه وهعمل بيه طشه الباميه. هنا حطيت بقى شويه خل على الفلفل الاحمر، طبعا الفلفل الاحمر ده محطوط فيه ثوم، تمام كده، يعني انا عامله الخلطه كلها على بعضيها، بتنفع بقى في حاجات كتير قوي بصراحه. حطيت بقى عليهم اسمه ايه خل، وكمان ملح وشويه كمون. وهنا طلعت ليمون من الفريزر لاني مش عندي ليمون في التلاجة، فليمون الفريزر ده حلو قوي بصراحه، لما بشيله في الفريزر بيريحني وبينفع. طلعته حطيته في طبق فيه شويه ميه من الحنفيه، وبدات اللي انا اشتغل بيه على طول اول ما فك معايا. كمان طلعت منجيتين علشان خاطر اعمل لهم عصير مانجا يعني،
منجايه كده وسط ومنجايه صغيره. هنا بقى قلت خليني اخلي البتنجان في حاجه كده غويطه شويه علشان خاطر ايه، انا عامله كميه كبيره فهيبقى معانا لبكره ان شاء الله. طبعا هنا انا رفعت من على النار الحله بتاعه الفاصوليا زي ما انت شايفاها كده جنب البتنجان، وحطيت مكانها حله فيها شويه شوربه عشان اعمل الملوخيه، لان منى هي اللي خرطت لي الملوخيه النهارده، فكده تمام وايه قضيت يعني الحمد لله. طبعا بالنسبه للعنوان اللي انا كاتباه، العنوان دوت امبارح حبيبه قلبي كتبت لي الكومنت دوت، فبصراحه هو شد انتباهي، يعني فعلا الشده لما بتشد قوي او بتشوف بقى مين اللي رقبته سداده، مين اللي هيقف في ظهرك ويحميكي، مين اللي هيقف معاكي، مين اللي هيقولك انا جنبك، مين اللي هيقولك انا انا في ظهرك. حاجات كتير قوي، مش بالكلام على فكرة يا جماعة والله، مش بالكلام، قد ما انت ممكن تعملي حركة بسيطة تحسسي اللي قدامك اللي فيه اهتمام، في امان شوية. فدايما نخلي عندنا النقطة ديت، مش بالكلام والله العظيم. يمكن حصل لي مواقف كتير الفترة اللي فاتت خسرتني اقرب الناس ليا، بس انا مش زعلانة والله العظيم ما زعلانة، لان انا اكتشفت اللي هم اصلا كانوا مش تمام. فعارفين هو الاحساس اللي هو ايه، انت بعد كده بتقولي لنفسك هو انا ازاي كنت بعمل كده، ازاي كنت راضية كده، ازاي كنت مش شايفة قوي كده، هو ايه اللي كان بيحصل، معقولة مراية الحب عامية قوي كده؟ ف وترجعي تندمي وتقولي انا كنت عبيطة وهبلة والحمد لله على كل حال. مش عايزة ادخل في تفاصيل، لكن اكيد انتوا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة. فربنا يديمكم نعمة في حياتي، امين يا رب العالمين، ويدوم المحبة اللي بينا. شكرا جدا على الكومنتات الجميلة، شكرا جدا على كلامكم الراقي الجميل اللي بيديني طاقة ايجابية، بيحسسني اللي فيه امل، بيحسسني اللي انا موجودة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، امين يا رب العالمين، ويكبر بخاطركم. كل حد كتب لي كومنت حلو وجميل وجبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطره، امين يا رب العالمين. كل الحاجات دي بتقعد على فكرة، ربنا ما بينساش حاجة، ربنا يعني بيبعت كده ناس في اوقات صح، فالحمد لله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا خلاص بقى كان فاضل يعني بالظبط، انا خرجت من باب المطبخ وايديا على زرار النور والاذان بيقول الله اكبر، يعني شفتي بقى كانت الدنيا تمام وزي الفل. غرفت طبقين باميه، ودوت طبق واحد بس فاصوليا، زي ما قلت لك كده انا عامله كميه قليله، يعني حتى انا مفرزه الكيس في الفريزر كميته قليله. الملوخيه مش بحب اللي انا اعملها كتير علشان ما تباتش، يعني بس كده الحمد لله. والرز غرفته والباميه غرفتها، ما رضيتش اعمل شوربه، قلت خليني نستكفى يعني بالاكل كده. وده كان اكلنا بقى خلاص، كنت قاعده خلاص بقى، كنت الولاد كل واحد بيشرب وكده. العصير بتاعه طبعا عصير المانجا احنا بنشربه بعد الفطور، لكن وقت الفطور بيبقى بلح خشاف تمر هندي، حاجه خفيفه كده لان المانجا برضو دسمه شويه. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وتكتبي تحت في الكومنتات كومنت بقى يفرحني كده النهارده، ربنا يفرحك امين يا رب العالمين. دي كده سفرتنا البسيطة، ربنا يديمها علينا نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا جدا ليكم على المشاهدة الجميلة اللي انتوا اديتوها لي النهاردة، ربنا يبارك في عمركم. السلام عليكم.